واحده من اكتر الحاجات اللي كنت بستغرب منها لما اقلب على التيك توك والاقي فيديو ليبسينج وجايب 100,000 لايك 200,000 لايك. استغرب ازاي فيديو ليبسينج اللي هو اعتقد اي حد ممكن يعمل ليبسينج ويجيب الارقام دي، لان المفروض الفيديو يفاير اكتر لما تبقى حاجه مش موجود. عشان كده في الفيديو ده قررت ان انا هفتح قناه على التيك توك وانشر 7 ايام فيديوهات لبسي. دخلت في اسم القناه، قعدت افكر يا ترى اسمي القناه ايه، يا ترى اسمي القناه ايه، قعدت اسال وافكر القناه. نهايه وقع الاختيار على الاسم التاريخي اللي مش هيتكرر تاني، النجم السارح. واو. اول حاجه خدت بالي منها وانا ببحث ان مفيش كتالوج ثابت وعدكم زي اغنيه الموند. ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده. مفيش كتالوج، تعمل اللي انت عايزه حرفيا. انا دلوقتي مش عارف ازاي محتوى سهل كده ممكن يفضل، ممكن يسبب انتقادات. على طول بدأت بأول فيديو، طبعا محدش يقلس، دي كانت أغنية مروان بابلو اللي هو أنا في الحكم دار ما بنحكمش مش هو ده بس ده حاسس وده مفاس أنا. طبعا بعد ما خلصت الفن ده نرجع بقى بكرة بقى عشان نشوف النتائج. وطبعا دي القناة عشان التأكيد، وهجيب لكم دلوقتي سكرين بتثبت إن الليبسينج هو أكتر محتوى مكروه عشان برضه إيه متقولش إن هي كداب. ده زوموناي، بس طبعا ده ميقللش من المحتوى ككل يعني. هو ده كان ايه إحساسي يعني انا بعد بعمل أول ايه فيديو. العفن ده؟ يعني ما اعرفش لو الليبسينج ده فن، بس انا حاليا وانا بصور انا مش عارف اعمل كده، وكل ما اتزنق ده اعمل كده هيزيد يمين وشمال. يعني ليبسينج قوي، ابسورد من ليبسينج. للأسف مساحة التسجيل بالغلط فهتضطر تسمعوني من الشاشة الرئيسية. اورايت، انا صحيت من النوم وهدخل التيك توك عشان اشوف الفيديو بتاعي جاب قد ايه بعد 24 ساعة من نشره. اول فيديو طبعا صحيت 17 تفاعل، ده فيديوهات أساسية ما بتجيبها. جامد جامد استمر ها. دي بقى الحاجات اللي بتخلي الليبسينج يستمر في مصر. وده كان تاني فيديو. صباح الفل، عملت خل الكل جالي كل الكل، يلا في داهية معايا مش كور، بتعامل زي المول معايا النهية، بنزلها زي بقطعها زي بجيبها زي بعملها زي بوعدكوا زي الموت، سبتولي ولاد الناس يا ولاد الكلب. كمية كلينز بس، يلا بقى يلا كله عشان المحتوى. قمت بقى مقضي بحوثات عشان اعرف المحتوى اللي بيفيل. طلع المحتوى اللي بيفيل يبقى فيه 2 زي ما انت شايف، بحوثات عميقة جدا. ورأيت اليوم التاني من تحدي فيديوهات الليبسينج. ادخل دلوقتي على التيك توك عشان اشوف النتائج. واضح من عندي ان مفيش تفاعل، بس هل ده منطقي؟ لايكين وكومنت، انا متحمس اشوف الكومنت او مين عمل لايك. صباح الفل، صباح النور. ده الكومنت يعني. ده اسطى، هو جامد استمر. صباح ده تقريبا ده داعم المحتوى الليبسينج في مصر يعني. بس بنشر بقى الفيديو ده والفيديو استنى. طبعا ده كان محتوى اليوم التالت، وفيديو بقى مروان بابلو اللي هو دايما مالي مركز دخل ودايما اسمع ملت مرتبك ودور عائد من الشهر. قلت ما كانش في ملت واحد تناولني بالمعلقة، السكة الوحيدة كانت مسناة والباقي ده جاي. شوف قطع أعوذ بالله. وطبعا تم النشر. ونرجع بقى في اليوم الرابع. اي حاجة، هو تقريبا داعم الليبسينج في مصر. وطبعا الفيديوهات عندي بقت نفس الليتم 87 تقريبا. فنصور بقى الفيديو وانشره وهيجيك وقت. الفيديو الرابع كان فيديو قديم بس خدت موافقة صاحبه فيه، وطبعا هو مش ليبسينج اغاني، ليبسينج مسلسلات وبتاع الكلام ده، لان ليبسينج على مزامة السفاح يعني. عيل بقه وربنا كنت هموته، والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكيش راجل ولا ما عدا انت يا كبير، ما عدا انت. انا بحسب جو عشان نشوف بقى التحدي وصل بينا لفين في النجم السالح. لايك، خلاص كام عدد ساعات هو لايك اللي جالي. حتى ده من محتوى الليبسينج في مصر ما عادش بيعمل لي كومنتات. ادهم احمد هو اللي تفاعل على الفيديو. واو. ولغايه دلوقتي ما عنديش ولا مستهلك، ده حاجه. ولغايه دلوقتي التحدي ماشي كويس يعني. توقعت ان الناس تسبيلي بس محدش سبيلي، فدي حاجه بجد في قمه الامتياز. بس هل انا انصح بالمحتوى الكونتنت لغايه دلوقتي؟ والله هو محتوى سهل، ان هو سهل جدا انك ممكن تعمل تمام، بس انت عشان تفرجر حسيتك لازم تحس كلام انت بتقوله، ومش يعني مش حاسس باي حاجه انا بقولها، فاهم يعني. انا مش اللي بقطع المحضر ولا فعلا حاجه ده. انا مش الكلام ده، مش حاسس انا كده. بون لايك يبقى اخر بقى يوم وساعه انتج بقى في فيديو بكره انشره.
بيتهيألي بس في يوم بعد ده كان الفيديو اللي بيقول الجميزة 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 الجميزة، انا هروح للجميز، مش مزمار هنروح الليلة في سنزار، احنا نختار، انت صار دي المشكلة دي جنب وان لايك. انا الفيديو اللي فكرته الاخير كنت بقول فيه تعرف ميكافيلي، خليك ميكافيلي، بعدها يجي ماما بقول ميكافيلي اخر ابديت تنزل لي زي معايا كمضل بقول كان بيخمات كما غلي يعني، وقعدت بجد فعلا. ايكي ايكي كل التحدي اللي انا عملته على 20 لايك، التحدي كله على 20 لايك بس. لو جيت تعد لهم 6 فيديوهات مش 7، لان بدأت من 1 وبدأت من 0، عشان كده قررت ان هيبقى في فيديو تاني هينزل يعني. كسر اصور فيديو بس اصور، يلا بقى تنتقلوا بقى الكاميرا التانية. وانا ده مش انا، ده يمد ده بصدى، ده واحد تاني دلوقتي هيمثل الفيديو ده ماشي. زي ما قلت ده مش انا ولا يمد دي بصدى، والفيديو بيقول قالت له عايزة مية، جبت لها مية من الكشك عادية، قالت لي ايه بس ليه، قالت لي العبط ده نجومية مقصود سمعدنية، اقصد سيكو سيكو مية من التانية، ايه ده انت خمول جاية، استنى ده لسه سيكو سيكو مية من التانية. ايوه بس كده اهبط فيديو عملته في حياتي يمكن اخر 15 سنة مثلا، وطبعا على النشر بقى على طول، ونرجع لكم بكره. وهنا حكيت تجربتي وكل الكلام ده معرفش ليه يعني، ممكن مثلا كنت مفكر ان انا لما منتج حنجرتي هتوجعني، حبل صوتي هتقطع، بس يعني معرفش ايش معنى الصراحه. مين بقى اللي هو الجاحد الفاجر اللي مفيش منه اتنين اللي عمل لايك؟ 66. اب واحد يعاني من الذكاء الفاحش، وعمر ايوه هو ده. فالتحدي 7 ايام اهو على 20 لايك، افشل تجربه عملتها في حياتي يمكن حرفيا. دي تجربه ايه الخرا انا بعمله ده. وفي الاخر التجربه ما كانتش وحشه، بس انا كنت داخل بمبدا التجربه ان انا عايز اجرب واعمل. اما انت بقى لو حابب الموضوع ودخلت فيه كده وجربت وكنت بتحس باللي انت بتقوله، ممكن تجيب ارقام اضعاف اللي انا بعملها. وبس بقى، شكرا وسلام، واعرف يقول واعمل لايك واشتراك وبيس.